السلام عليكم متتبعين قناة أحمد من وهران. اليوم جبت لكم هذه الوصفة اللي هي القريوش. نقولوا بسم الله وعلى بركة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الوصفة تاع اليوم فيها كيلو تاع فرينة، النوعية الجيدة كما تعرفوا. عندنا نص رطل دهن، 250 غرام تاع دهن صول ولا مارغارين كما تسموها. نروح ندوبوها ونديروا الفرينة تاعنا. هنا على حسب كل وحده واش تبغي دير الكميه، كاين اللي تبغي دير رطل فرينه، كاين اللي تبغي دير كيلو. انا فضلت نعطيكم العبار تاع القريوش تاع اليوم بالكيلو كيما هكذا. نتوما الكميه اللي تناسبكم خدموا بها. دوبنا كيما قلت لكم المارغرين صول مع الكيلو تاع الفرينه، درنا القرصه تاع الملح، نزيدو هنا لافاني، هذه مغرف تاع القهوه، درنا حوالي مغرف ونص. نجو هنا نديرو 2 مغارف تاع خل، لا عندك الخل الابيض ولا الخل كيما هذا معليش، هو محسن للعجين. نبسو هاد الفرينه، نبسوها مليح في يدينا الى كل حبه تاع فرينه تتشرب لنا هذيك المارغرين صول. هي الوصفه الاصليه تندار بالسمن، مي انا اليوم درتها بالصول، بالدهن تاع صول. قلت انايا يجي خفيف شويه، ما يجي بنين ويجي روعه. راكم تشوفوا راني بسسته كاع. نجو هنا نضيفوا المغرف تاع الخميره، خميره الخبز، نديروا لها شويه ماء وحوالي مغرف ماشي معمره تاع ماكله هايله تاع فرينه. نخلطوا جميع المكونات، نخلطوها مليح. مام هاد الخميره باش ما ديرناش حبيبات ولا، نحلوها مليح. نديروا الخميره تاعنا في العجينه تاع القريوش. من بعد نزيدو نضيفوا عندنا 2 باكي تاع فرفاره اللي هي خميره كيميائيه. ماذا بكم الاخوات تتفرجوا حتى الاخر، هذا الفيديو راه مهم بزاف. كان عندنا 2 حبات تانية بيض، نضربوهم بالفرشيطه مليح باش ما يديرولناش الحبيبات مع الفرينه. 2 حبات بيض، هنا عندنا شويه تاع ماء وعندنا شويه ما زهر. لموا، انا ما غاديش نعطيكم المقدار تاع الماء، لموا العجينه تاعكم. من تتلم لكم صاي ما تكونش مهم جاريه، تكون قاضبه روحها. وهذا مكان ديروا عينكم هي ميزانكم، ديروا وعجنوا. مهم ما تعجنوهاش مليحه قد ما تلموها. صاي سي بون، ما نزيدوش الماء، راهي العجينه راهي مليحه، راهي غايه، راهي شابه. صاي رفدت الماء، نلم العجينه تاعي. انا ما عجنتهاش غير لميتها. نجو هنا نديروها دي بول. هنا اللي تبغي كيما نقولوا تخفف على روحها، لي بول تكبرهم. انا هنا درتهم لي بول صغار، من بعد مين بغيت نخدم لصقت وحده مع وحده وقعدت نخدم بهم. هاد العجينه
نديروها في الساشيات كما شفتوا، ونخلوها ترتاح حوالي 10 دقائق ربع ساعه ونولوا نخدموا بها. نكوروهم مليح. راني مسرعه الفيديو الشيرات، ما تقولوليش الفيديو راه طويل. صراحه حنا نخدموا نتوما بغيتو تتفرجوا. الخدمه هي اللي كما نقولوا التعب، معليش التفرج ما غاديش يتعبك، غادي غير تشوفي. ما تقولوناش الفيديو راه طويل، الفيديو راه هذاك هو. كون نديرها لكم من الاول حتى التالي راه شي واحد 3 سوايع ولا 4 سوايع ويلا. انا اختصرت لكم الكريوش تاع اليوم، اختصرتها لكم في 17 دقيقه. تبالي ان هذه الوصفه تستاهل اكثر من هذا الوقت. المهم تبعوا الوصفه باش تدوها لي زاستيوس كاع تاع هذا الكريوش، يخرج لكم روعه ويخرج لكم طوب، يخرج شباب بزاف. نخلو العجينه تاعنا ترتاح. نجو بعد ما ارتاحت العجينه تاعنا، نجو هنايا كما قلت لكم ندير حبه في حبه، بهذه الكيفيه بهذه الطريقه نخدمها كيما هاك. نحلو العجينه تاعنا مليح. حلي العجينه تاعك مليح. اليوم قلنا ما كان لا آلة لا ماشينه، الماشينه هي يدينا، عندنا الرولو في يدينا نخدمو. حلي العجينه تاعك مليح بالطول كيما هكا وبالعرض، حليها غايه. وراكم تشوفوا خطره على خطره راني نرش المايزينا تساعدنا في التوريق. نطوي هذيك الجهه الفوقانيه ونزيدوا نطوي الجهه التحتانيه كيما هكا نبلعوا. شغل هذه هي الخدمه تاعنا تاع الفيطاج تاع تجي العجينه تاع الكريوش تجي مورقه. هذه العمليه اللي نديروها تساعد الكريوش تاعنا يجي شباب ويجي خفيف ويجي مورق. كيما شفتوني بلحتها مليح، راني نعاود نحل فيها نورمال. ما يهمكمش هادو الاطراف اللي منا من بعد بهذيك الجراره تاع الكريوش نقلعوهم عادي، نفوتوا نحلوها مليح مليح غايه. والان نقطبوا الجراره تاع الكريوش ونقطعوا هذوك الجناب هذوك اللي ما يكونوا يضيعوا لنا العجينه، ونقسموها على 3 كيما شفتوا. نخلو هذوك زوج تاع الاطراف نخلوهم في جهه ملهيتها كيما نقولوا، ونجو هنا نخدموا هذه نحلوها. هذه تاني نزيدو نحلوها ونزيدو تاني هي نطوها على زوج ونحلوها كيما قلت لكم على جال التوريق. والان نحلوها رقيقه بزاف. هنايا الخدمه شغل تاع الماشينه هذه نحلوها غايه. هي صراحه هذه الخدمه تاع الكريوش من الاحسن. كما نقولوا الماشينه تعاون صراحه، ما نكذبوش على رواحنا. الماشينه تعاونك في الوقت، ما تديلكش الوقت بزاف، والجهد تاني ما تخسريش الجهد بزاف. وهذه كما نقولوا تساعدك وتخرج لك الكريوش شباب. هذه الطريقه اللي نوريها لكم يخرج لكم علامه ويخرج بنين ويخرج مورق. المهم معليش تخسري شويه جهد، بصح تنالي تديها كما نقولوا تخدمي حاجه شابه ويفرحوا بها ولادك ومولا بيتك وعزوجتك ووالدتك وكاع العائله. هذه هي كما تشوفوا فيها راه مورق علامه، عفوا راه كما نقولوا رقيق، راه البلان دو طرافي راه يبان. نزيدو نقسموها على زوج. هذه هي راكم تشوفوا صباعي راهم يبان.
يكون شفاف. والان نظمناها كيما هكا. صراحه انا ما وزنت لكم، ما انا ندير نخدم في القريوش عشوائي نورمال، ما راني لا نوزن لا والو. انا طلبوا مني مشاهدات ومشتركات عندي في القناه، قالوا لي ديري لنا القريوش على طريقتك. صراحه انا درت لهم القريوش البسيط العادي اللي كل ربة بيت تخدمه في دارها، دير حبه صغيره حبه كبيره حبه عوجه حبه منظمه. المهم هذا هو القريوش تاع العائلات كاع. ما غاديش نوزن لكم بالمسطره صراحه غادي نخدمه لكم عادي، مي غادي يجي في الشكل تاعه غادي يجي شباب وغادي يجي يحمر الوجه. نقضبوا الحبه تاعنا شو راك تخيطي بالبره والخيط صاي. حليو من الاولى الزاوجه كما نقولوا. دوك نوري لكم في بقيه الفيديو، دوك نوري لكم كيفاش تنظموا الحبه تاعكم. هذه هي الحبه تاعنا، هادو هما نخلوهم من لايم وكاع كيما نقولوا نخدموا الكميه. انا صراحه اليوم كان دراعي شويه دارني، خدمت نص الكميه ما خدمتهاش كاع. الكميه الاخرى اللي بقات درتها في الثلاجه وقلت غدوه ان شاء الله نخدم منهم الكميه اللي باقيه قريوش. كيما شتوني نقطع 5 خطرات وندخل صبعي ما بين الاولى، ندخل صبعي الزوجه لا، الثالثه واه، الرابعه لا، الخامسه واه. ومن بعد نجيبوا هذاك الطرف الفوقاني نقلبوه وصاي. هذه تخرج لكم كالطفيره هنايا. القريوش هذا تاع الطفيره يجي روعه، غادي كيما نقولوا ما فيش تعب بزاف. غادي نعاود نشوف لكم، نعاود نوري لكم. سمحوا لي نهضر بالخف باش نفهمكم، الا غلطت معليش. كما راكم تلاحظوا حليناها كيما شو راكي كاضبه الابره والخيط هاك تشوفي هكذا هكذا هكذا. من بعد جيبي هذاك صاي هذاك الفوقانيه وجبتيها غير كيما هاك، قلبيها وصاي تخرج لك شغل على الطفيره، شكل طفيره. هذا هو الشكل تاع الطفيره تاعنا. نتمنى ان شاء الله غير تكونوا فهمتوا الطريقه اللي خدمت بها. نعاود نوري لكم تاني غير بشويه حبه تاني قدامكم باش تلاحظوا مليح. جبتي غير الفوقانيه، كاين اللي يجبدوا الفوقانيه والتحتانيه، بصح انا لا، جبت غير الجهه الفوقانيه نجبدها نقلبها ونطلعها. كاينين بزاف شيرات في هذه المرحله تاع يشبكوا القريوش ما يعرفوش، ولا كيما نقولوا حنا يخبلوه، تخبل القريوش. هذه هي الطفيره. اتمنى ان شاء الله تكونوا احكمتوا العفسه، راهي سهله ماشي حاجه. الفوقانيه هذيك نقلبوها ونطلعوها صاي، ونظمي حبه تاعك. ورانا كملنا الكميه اللي رانا معولين نقلوها. وراني درت المقله تاعي تحماصي، راني سيت حبه هي الاولى كيما نقولوا. نسي الزيت تاعي وين راهي واصله، راهي حاميه راهي ناقصه. نجمعوا القريوش كاع تاعنا ونفوتوا نقلوه. كما تعرفوا القريوش يبغي الكميه تاع الزيت تكون بزاف. راكم تشوفوا حطيت الحبه طلعت، كي تشوفوا هكا القريوش نتفخ عندكم وطلع، عارفي باللي الوصفه راهي ناجحه
ويجيكم شباب وبنين. راكم تشوفوا انا نحطه يطلع وينتفخ. والحسل تاع كما شفتوا، الحسل تاني رانا الحسل العادي تاع الحانوت، مانيش خادمته انا، جاي ثقيل. ما تحمروش القريوش بزاف، ما غادي كديروه في الحسل يزيد يدي اللون وعدا كما نقولوا البني الغامق. هذا هو اللون اللي نفضله انا في القريوش. نتوما لا تفضلوه صفر، نتوما احرار. انا المهم الوصفه تاع القريوش نبغيها انا كيما هكذا لا كولير تاعه. نقلعوه من المقله مباشره في الحسل. المومو اللي نديرو مقله واحده اخرى تاع القريوش، نقلعو هذا اللي عسلناه ونردو هذاك اللي راه ينقلى جديد. نتوما غير بشويه عليكم، ما تهرسوش كيما نقولوا القريوش تاعكم، غير بشويه قلبوه في الحسل. كنا محمصين شويه جلجلان قليناه نديرو فوق القريوش تاعنا. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. صراحه وصفه رائعه بزاف. البنه يجي معلك، يجي بنين، يجي انتي كي تاكليه تحسي بهذيك التعليكه تاعه روعه. ميم جاي مقرمش بزاف بنين ما شاء الله. هاد الوصفه راهي رائعه بزاف. ميم طريقه الخدمه اللي خدمناها بلا آلة بلا والو. ان شاء الله تكونوا استفاديتوا من هذا الفيديو، وتدعمونا في القناه. وما تنسوش لي جيم، وما تنسوش خاطش لي جيم هما اللي يطلعوا الفيديو كما نقولوا يشوفوه الاكثريه تاع المشاهدين. ما بقى لي غير نقول لكم مع السلامه وشهيه طيبه، وجربوه ما غاديش تندموا على ضمانتي. وما بقى لي غير نقول لكم مع السلامه وباي باي.